عدنان عبد الرزاق أمين تحرير جريدة البعث. سيد عدنان، لديك إعلان على شاشة BBC العربية، وهذا الإعلان حسب ما فهمت هو عن موقفك من حزب البعث في هذه المرحلة. صراحة الموقف ليس من حزب البعث بوجه خاص، إنما من النظام السوري بشكل عام. فأنا ومنذ أكثر من 5 أشهر أعلنت انسحابي وانشقاقي عن النظام، و توقفت عن العمل في جريدة البعث، وأقمت في مصر لمدة 4 شهور، وحال دون إعلان أي موقف هو أسر إثباتي إنجازات التسمية ومنعهم من السفر. الآن مؤخرا استطعت أن ألتقي بأسرتي، وها أنا اخترت الBBC لأعلن هذا الموقف عبر. إذا سيد عدنان، أنت تعلن على شاشة BBC العربية أنك تنشق عن النظام السوري، وأن ذلك هذا القرار اتخذته قبل 5 أشهر، لكن لدواعي أمنية خوفا على أسرتك لم تعلن عن قرارك. تماما. طيب، ما هي ظروف هذا الانشقاق؟ يعني لماذا اتخذت هذا القرار سيد عدنان عبد الرزاق؟ طبيعي من المؤسف جدا أن أقول هذا الكلام، لكني تأكدت أن النظام لا يمتلك أي حلول ديمقراطية وحلول مدنية للتعاطي مع انتفاضة أو مع ثورة محقة. كنا ومنذ سنوات عدة نتكلم عن حاجة الشعب السوري للعيش المعقول، لكن النظام ضرب عرض الحائط بكل تلك النداءات. وبعد انطلاق الثورة من درعا في 15/3/2011 وجدنا أن النظام اقتصر على الحل القمعي الأمني. انتظرنا أيضا طويلا، لكننا لم نرى، وهذه نقطة أعتقدها مهمة، لم نرى تغييرا في ذهنية النظام. فالأشخاص الذين كانوا في المواقع انتقلوا إلى مواقع أخرى، وبقيت الطريقة القمعية والفكر الدكتاتوري هو السائد وللأسف الشديد. كما أني علمت بشكل شخصي من مسؤول أممي أن ثمة اقتراح لحل سلمي تقدموا به إلى النظام السوري قبل مجزرة الحولة بيومين، وهذا كان سبب مهم في اتخاذ موقف. لكن النظام السوري رد على المسؤول الأممي والاقتراح لمجزرة الحولة وقت ذاك. طيب، يعني أنت شخص قادم من داخل أروقة أو الأروقة الرسمية للنظام السوري، أو على الأقل لحزب البعث. ما الذي يجري في هذه المرحلة؟ ما يبدو على السطح هو محاولة للسيطرة على الأمور، وما يبدو على السطح هو حتى الآن نجاح في التمسك بوجهة نظر معينة وإثباتها على الأرض، إلا فيما يردنا من جانب المعارضة بالسيطرة على مناطق دون أخرى. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث من مشاهداتك؟ يمكنني القول أن الاعتباط والارتجال هو السائد على أداء أصحاب القرار في النظام السوري، وعلى فكرة هم قلة قليلة وليس كما يسوق الإعلام. هناك أشخاص محدودون لهم صلاحية على الأرض وهم أقرباء من الرئيس السوري، وهناك أصحاب قرار اقتصادي أيضا قلة قليلة، ويرجعون أيضا لمؤسسات أمنية أو ربما القيادة القطرية إلى ما هنالك. يمكنني تصوير المشهد الرسمي الآن بأنه مختلط وارتجالي، هو فعل ورد فعل. هم يحاولون أن يكسبوا أكبر قدر ممكن من المكاسب على الأرض كي ربما تزيد أسهمهم في التفاوض على الطاولة. مؤخرا سمعنا عن عدة اقتراحات طرحت من هنا وهناك، كان آخرها ربما من رئيس الوزراء التركي التي قدمها لفلاديمير بوتين يوم أمس، وقبلها عودة الروس والأمريكان إلى اتفاق دينيف. إذا النظام السوري كأنه يعزف على هذا الوتر، يريد أن يظهر للعالم أن ما ينشر عبر الإعلام من سيطرة الجيش الحر على مناطق شمال سوريا وتحرير أكثر من 50% من الأرض السورية هو كلام. وشاهدنا أيضا أمس رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ذهب إلى حلب في رسالة ليوجهها للخارج أن ما يقال عن تحرير حلب ما هو إلا كلاما. يعني قلت لك أن النظام يحاول أن يكسب أصواتا كي يجلس على طاولة التفاوض بشكل قوي. فيما يتعلق بوسائل الإعلام، أعتذر سيد عدنان، فيما يتعلق بوسائل الإعلام والتعامل معها من حكم موقعك كأمين تحرير لجريدة البعث سابقا، كيف يجري التعامل سواء مع وسائل الإعلام داخل سوريا بتوجهاتها الآن التي أصبحت إما مع هذا أو مع ذاك، أو مع وسائل الإعلام الغربية أو من خارج سوريا التي تتعامل مع الواقع على الأرض؟ يعني للأسف الشديد توسمنا خيرا منذ مجيء الرئيس بشار الأسد نهاية عام 2000، وأمنا كثيرا عندما خرج قانون الإعلام عام 2001. لكن الإعلام الخاص في سوريا الذي خرج
هو مسيطر عليه. ويمكنني القول وأنا مسؤول عن كلامي أن المنظومة الإعلامية برمتها في سوريا إنما تدار بالذهنية نفسها، وكل من يحاول أن يغرد خارج سرب هذه المنظومة أو هذه الذهنية إنما يعني يعني يعاقب كل على طريقته. ولو خرجت قليلا عن سؤالك، أنا كنت في تلفزيون شام الذي كان من الممكن أن يتأسس عام 2006 في دمشق، وعملت فيه حتى يوم إغلاقه. أغلقنا بسبب يعني محاولتنا أن ننشر إعلام جديد. وأيضا كنت مدير مكتب تلفزيون أورينت في دمشق، أيضا أغلقنا لذات السبب، وهو ضغط من رامي مخلوف في كلا التلفزيونين لشراء المحطات. أما الإعلام الرسمي فمعروف أن مصدره الرئيسي هو وكالة الأنباء السورية سانا، ويدار بالذهنية نفسها كما قلت لك، وليس مسموح لأي إنسان أن يجتهد، أو يعني للأسف الشديد أقول هذا الكلام، ولكن منذ عقود نحن نتوسم ونحن نأكل شعارات، نصدق ما يقال عسى أن ننتقل بالبلد لحال راقي كما دول الجوار على الأقل. رغم أننا نعم تفضل أعتذر. برغم أنكم يعني رغم أن سوريا يعني منذ خمسينيات القرن الماضي كان فيها وسائل إعلام خاصة، والعديد من الإعلاميين يعملون في محطات عربية وعالمية راقية، ولكن ترين الإعلام السوري ما هو إلا ناطق رسمي، ما هو إلا فتوكوبي عن بعض وما هو إلا بيانات رسمية، شيء مؤسف للغاية صراحة. سيد عدنان عبد الرزاق، أمين تحرير جريدة البعث السابق، منضم إلينا من .com، يمكن لحضرتك